يجي من الوزارة بخير وست النعمة وبخير، بس على اللي يامر بالخير. انتم اللي ابلشتون على بيتي وتقولون اطلع هالابوه وهالشاش وهاللي ما ياكل زدته احنا نفرشوه له. وانا هذه جلسه فوق 5 شهور، انا وغدالي بهالغرفتين فوق وكلانا هالفيده الشمس بهالبلاطه هالحر الصبه خرفتين كله. خليمته ولا وخيا الحكومه بخير والوزاره بخير والمواطن بخير، بس حنا بلانا حنا ولا يقولوا بس خلونا على قشي وخلونا على بلاي. اول سنه بنيتي ما انقسمت بالسطح هو اللي عندي فيه وسكر وضغط وشايب ان الله يرحم الحال، ولا من شيء ولا عين شيء. خليه يلعبون بهاللعب والناس بخير والحكومه بخير. شيء تذبون علي وانا برشان وجعان ما ادري ازم هالغدان والبحر وامها مريضه والغيدان الله يعلم به والحاله الله يعلم به. ليه ما هو حق واجب هاللو. اخي الدوله بخير الله يعزه ولا تدري. فقط احنا بلادنا هالي يلعبون بنا هذول هم بلادنا. الحين بيتي ما بولا البلاط ولا بوجلة أول المسعد. كان أنا وداني في هالغرفتين فوق كلنا القيض. هذا صار لي فوق 5 شهور. تناشد خادم الحرمين الشريفين انه يهتم بالقضيه. هلا خادم الحرمين الشريفين الله يعزه ما يدري انها التلاعب، ولا الله يعزهم بخير ويعطون خير. قلنا التلاعب هذول الناس اللي ليه تلعبون بنا؟ الله يعزهم ويديم وحنا بظلها. ليه يلعبون بنا هاللون؟ يخلونا نجاوب هالصبه اللي فوق 5 شهور. ما هو حق هذا ولا هو واجب. نعم ليه هاللون؟ يلعبون بنا هاللعب. مناشدة لأهل الخير والمسؤولين والخادم الحرمين الشريفين مد الله في عمره. اليوم الموافق 23/8/1436 شائب يعيش فوق سطح منزله بسبب وزارة الخدمة وبسبب وزارة الشؤون الاجتماعية وعدم تأثيثه. وناشد جميع من يشاهد المقطع بإرساله إلى المسؤولين لكي يقوموا باتخاذ اللازم. في مدينة حائل حشاش بن لافي الشمري. وشكرا.